السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل بروكلي بالخضار وشرايح من الفراخ. هنعمل خضار حلو قوي هيعجبكم. انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وعلى فكرة الخضار مفيد جدا وبالذات البروكلي. يلا نشوف وصفاتنا والطريقة. معايا واحدة من البروكلي صغيرة، ولو كبيرة بتاخدي نصها. ومعايا جزر وكوسة وتقطعها شرايح رفيعة سوتيه، ونص فلفلاية من كل نوع، وشرايح من الفراخ ده كيلو الا ربع بانيه ومقطعها حتت صغيرة شرايح، وفاصوليا لو فيه، وقطعتين من الزبدة، وبصلاية واحدة، فلفل اسمر وجنزبيل وملح. كل توابلنا. هجيب الجريلا وهشتغل عليها على طول. هجيب الفراخ هتبلها، احطه مكعب الزبدة. اول ما يسيح هبتدي ان انا احط شرايح الفراخ وهقلب فيها لحد ما تاخد لون. هي على طول ما شاء الله هيغير لونها على طول. بس مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه، والشغل على الجريلا حاجه جميله جدا. ممكن تعملوها في صينيه مفيش مشكله. بنقلبها علشان نتاكد ان هي اتشوحت كلها واخدت لون واحد. هبتدي بقى ان انا احط الفلفل والبصل، هنزل بالجزر والكوسه مش كتير، حاجات بسيطه. هقلبهم بقى بالراحه شويه بشويه علشان كل الخضار يستوي ويندمج في بعض. وحلاوه الخضار ان هو ما يستويش قوي، يبقى فيه كده قرمشه تاخد الفايده اكتر. كده عدى عليهم 10 دقايق بالظبط. شايفين ما شاء الله. انزلي حطي اللايك واشتركي في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. هجيب معلقه من الزبده البلدي او سمنه المتوفر عندي، وبنزل فيه البروكلي بكون شطفاه ومصفياه في مصفى ومقطعاه حتت صغيره. افضل اشوح فيه لحد ما يستوي. بعصر عصره من الليمونه وبغطيه وبحط له ربع كوبايه من الشوربه. وبعد ما خلصت البروكلي هقلبه على الخضار. دي اخر خطوه علشان البروكلي بياخد لون لوحده كده، بيدي طعم ولون. يعني لما بتشوحيه مع الخضار بيكون افضل. يعني بنشوحه في صينيه تاني وما بياخدش ثواني، بيكون ما شاء الله جاهز معاك. وخلاص كده ما شاء الله خلصنا وصفتنا. مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال وطعم قد ايه. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم. انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وقناتنا على اليوتيوب اسمها سفرة مرفق. مع السلامه.